تعال بقى نتكلم عن نص ملعب النادي الاهلي في ماتش سيراميكا. واول سؤال عايز اساله لك، ايه هي مميزات نص ملعب المميز اللي المفروض يكون في النادي الاهلي؟ برافو عليك، ان يكون لاعب خفيف بيقدر يعمل حلقه وصل هنا يكون بين الدفاع والهجوم، بيقدر ينقل الكوره يمين شمال، يقدر يعمل بينيات، يقدر يكمل هنا ورا الهجوم، يقدر يعمل هنا مسانده للجناحين. كل دي مميزات كتيره. كمان يقدر يعمل هنا افتكاك للكوره، يقدر هنا يفتك الكوره ويبدا هنا يوزع لعب يمين شمال. فدي مميزات نص الملعب المهم اللي لازم يكون في النادي الاهلي. طب تعال نشوف كده نص ملعب النادي الاهلي في ماتش سيراميكا كان بيعمل ايه. وبالاخص طبعا مروان عطيه، اللاعب اللي طالب 15 مليون جنيه عشان هنا يمدد عقده مع النادي الاهلي، وهو كمان اللي طالب وهو كمان اللي عايز يمدد عقده، وكمان هو اللي بيتشرط على النادي الاهلي. تعال نشوف هنا مروان عطيه في ماتش سيراميكا عمل ايه. دي بعض الكور هنا القليله، انا ما رضيتش اجيب له طبعا الماتش كله لان الماتش كله كان عنده غلطات كتير قوي، ولكن دي كانت ابرز الغلطات اللي عند مروان عطيه في ماتش سيراميكا. الكره الاولى، هو ماشي بالكوره دايما راسه في الارض ومش باصص على اللعيب. طب عمل ايه بقى؟ راح محط الكوره هنا، اصلا هو مش شايف اصلا هو باصص على مين ولا بيلعب لمين، ففضل حاطط وشه في الارض لحد ما الكوره هنا لعبها لاي حد كده، اي كوره طايشه هنا في المنطقه بتاع سيراميكا والكوره ضاعت. ودي اول كوره عملها هنا مين؟ مروان عطيه في ماتش سيراميكا. تعال نبص مع بعضينا كده على الكوره الثانيه، نفس المشكله ونفس الكوره. اللاعب هنا اصلا وشه مش في الملعب، دايما وشه في الارض. فعمل ايه؟ عمل برده هنا بينيه هنا لمحمد هاني، اللي هي اصلا اللي راحت لمحمد هاني ولا راحت لدفاع سيراميكا، والكره اصلا ضاعت ولا استفدنا بيها باي شيء. تعالى بقى نبص مع بعضينا على الكره الثالثه ونفس اللاعب مروان عطيه. واهم هنا مميزات نص الملعب، لازم هنا يكون لاعب برده عنده مهاره شويه، لازم هنا يفك لك هنا الضغط اللي بيحصل عليه، ويكون عنده هنا ميزه ان هو يفك لك الضغط ويعمل لك بينيه توصلك للجون. طب مروان عطيه في الكلام ده؟ لا. تعال بص هنا مع بعضينا على الكره دي. مروان عطيه معاه الكوره هنا، عايز يعمل ايه؟ عايز هنا يخش في اللعيب ويعدي واحد على اتنين، مع ان كان عنده هنا بن شرقي يقدر يلعب له، كان عنده هنا محمد علي بن رمضان فاتح، كان يقدر هنا يضم هنا ناحيه اليمين ويغير لعب ناحيه هاني، ولكن هو اختار الحل الاصعب ان هو يخش في اللعيبه، ثلاث لعيبه، وتتقطع منه الكوره وتترد علينا كمان هجمه مرتده ونفقد الكوره. فده اللاعب اللي عايز 15 مليون جنيه وعايز يمدد هنا بشروطه هو مش بشروط النادي الاهلي. فهل ده لاعب وجهه نظرك يستحق ال 15 مليون جنيه؟ والله ابدا. ولا لاعب من دول اصلا يستحق المبلغ ده نهائي. فلاعب هنا ما عندوش اصلا يعني غير ان هو بيفتك الكوره ويلعب يمين ويلعب شمال يلعبها للشناوي. فهل بقى اللاعب ده يستحق؟ فانا هسيب هنا الرد وجهه نظرك، وقول لي برضه في الكومنتات هل يستحق ولا لا. تعال بقى نشوف لغز طاهر محمد طاهر، هل هو لاعب كويس ولا لا؟ هو لاعب اصلا فايق ولا لا؟ طب هل يستحق ان هو يلعب اساسي؟ طب حسين افضل ولا طاهر افضل؟ تعالى كده انا هوريك شويه لقطات ومنها احكم انت، وشوف مين في الفتره دي في غياب زيزو يقدر يلعب هنا جناح يمين، طاهر ولا حسين الشحات. تعالى كده ناخدهم لقطه لقطه وهسيب الحكم ليك. اول لقطه معايا هنا كرة عند محمد علي بن رمضان بيلعبها هنا لمحمد هاني، فوصلت لطاهر. طاهر العب 1 2 مع محمد هاني على طول، يديله الكوره، لا طاهر اتفلسف وفضل هنا يتكعبل في الكوره اصلا، ولا عارف يستلمها ولا عارف هنا يلعبها لمحمد هاني ولا قدر يستلم ويطلع محمد علي بن رمضان. تعال اقول لك حصل ايه. الكوره اتقطعت منه واتردت علينا هجمه مرتده. نفس الكوره برضو من نص ملعب طاهر، بص على الكره دي مع لاعب واثنين وثلاثه، يقدر هنا يطلع تريزيجيه، يقدر هنا يطلع بن شرقي، يقدر هنا يدي بينيه هنا لمحمد شريف، ولكن طاهر بقى عمل حاجه غريبه قوي. الكره برضو لكلكت في رجله واتقطعت واتردت علينا هجمه مرتده. تعال بص بقى الكره الثالثه دي برضو محمد هاني هنا بيلعبها لطاهر، طاهر بقى بيعمل ميس باص عشان ترد بقى ايه بهجمه برضو مرتده علينا ونخسر الاستحواذ ونخسر الكوره. وبدل ما نعمل احنا هجمه مرتده، لا الكوره بتترد علينا بهجمه مرتده ممكن تتسبب في جون بسبب هنا لخبطه طاهر محمد طاهر. تعال بقى الكوره الكارثيه دي بقى محمد الشناوي هنا لعبها لمين؟ لعبها لطاهر. شوف هنا كم المساحات، شوف هنا كم المساحات، شوف هنا كم اللعيبه، لو قدر هنا يغير ملعب هيطلع هنا تريزيجيه او بن شرقي يوديه انفراد، ولكن طاهر محمد طاهر عمل حاجه غريبه اغرب من الخيال. تعال اقول لك عمل ايه. فضل هنا يرفع وشه وفي الاخر ايه؟ جه يلم، الكره اتكعبلت في رجله وهو وقع، والكره اتردت برده علينا هجمه مرتده وكان هيتسبب في هدف فينا. فطاهر محمد طاهر انا مش عارف بيعمل ايه. تعال بص معايا برده للكوره دي. طاهر محمد طاهر معاه فدان، محمد علي بن رمضان بيتحرك هيلعبها هنا لطاهر محمد طاهر في فدان قدامه، محمد علي بن رمضان لعبها لطاهر، معرفش هو شايل شوال رمله في رجله. ده انت لو شايل شوال رمله مش هتجري طبعا بالبطء ده. وطبعا محمد علي بن رمضان لعبها له والكره ضاعت طبعا بسبب بطء طاهر محمد طاهر وباظت الهجمه المرتده علينا. تعال بقى بص الكره دي الكارثيه. بالنسبه لي انا الكره دي كره كارثيه بكل المقاييس. ان الكره دي في الدقيقه 75 وانت اصلا كسبان 1-0 ومحتاج جون تاني عشان تطمن، محتاج جون تاني عشان ترتاح، محتاج جون تاني عشان تضمن. فطاهر محمد طاهر عمل كره اغرب من الخيال. هنا مروان عطيه طلع بالكره
بيفتح هنا لديانج، ديانج اللي بدوره هيلعبها هنا لطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر بدل ما يلف نفسه وياخد الكره كده ويفتح هنا لبن شرقي اللي هيطلعه هنا انفراد، فقال لك بقى يا عم بالهجمه مرتده ولا بتاع تتكفرونا ولا ايه، وعمل حاجه اغرب من الخيال خالص، بوظ الهجمه المرتده وراح لاعب الكوره هنا لمروان عطيه اللي بدوره هنا لعبها اصلا لاشرف بن شرقي. كان هنا دفاع السيراميكا رجع ونص ملعب السيراميكا رجع والهجمه باظت. فانا هسيب الحكم ليكوا بقى، هل طاهر محمد طاهر بالمستوى الحالي يقعد حسين الشحات؟ انتقدنا حسين الشحات كتير، بس هل هنا سوء المستوى بتاع حسين الشحات يخليه يقعد هنا لطاهر محمد طاهر في الفتره دي؟ لا والله، حسين الشحات افيد بكتير قوي الفتره دي، خاصه لما نزل برضو اخر ربع ساعه في ماتش سيراميكا. لا اداك هنا دفعه هجوميه، عمل لك هنا استحواذ على الكوره وادى جراديشار كام كوره وضيعنا كام انفراد. فانا هسيب الحكم ليك برضو في الكومنتات، قول لي ان طاهر محمد طاهر يلعب دلوقتي ولا حسين الشحات هيكون افيد.